السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين حبايبي. دول 3 كيلو عسل. عملتهم حلبة معقودة عشان حد حبيبي قال لي عايز يعني طريقتها كمان مرة. تمام. العسل جبته ووطيت عليه وسيبته ان هو يستوي مع نفسه عشان اضمن درجة ايه سواه بمعنى اصح. اخدت من هنا 3 معالق دقيق وحمرتهم هنا في الزيت ب3 معالق زيت برضو. وبعد ما حمرتهم اضفتهم على العسل هنا. تمام يا قلبي. اول حاجه بتضيفي الدقيق بعد العسل ما يبتدي في درجه الغليان بتاعته. وبعدين جبت 3 معالق برضو حلبه، دي انا نخلاها ومعبياها في برطمان. الحلبه المطحونه دي انت برضو بتحمريها في حبه زيت وبتضيفيها اخر حاجه هنا. في نفس الوقت بتبقي محمره نص سوداني او ربع سوداني زي ما انت تحبي، دي حاجه اختياريه ليكي. النص السوداني او ربع السوداني بتحمصيه وتقشريه وتسيبيه يبرد. وبرده في تمن سمسم انت برده بتبقي محمصاه وسايباه يبرد. بعد كده بتضيفيهم في الاخر. الحدوته كلها هي ساعه زمن، ولكن هي امر تجهيزي في الاول وفي الاخر. بتسيبيها تبرد، بعد كده تعبيها في برطماناتك. الف هنا. هي سهله مش صعبه ولكنها طعمه. كانت معاكم اختكم هناء ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.